نيجي لحاجة كمان اتغيرت جدا الصراحة، وهي الاعدادات. صفحة الاعدادات كلها اتغيرت. لو جينا بدأنا من اولها كده، صفحة الاعدادات اول ما هتفتحها وتبص عليها هتلاقي ان في تغيير. الايميل بتاعك اتشال، الصورة كانت صغيرة كبرت وعدت الحز بتاع ال الاكاونت يعني. تمام. هتلاقي في تغيير شديد جدا في الوان الايقونات كلها. الوان الايقونات كلها حرفيا اتغيرت ومعدلين فيهم كلهم. هتلاقي اهم حاجة بقى متغيرة وهي في الديسبلاي، وهتدخل على الفونت بتاعك، الخط بتاع الجهاز، وهو الخط الاساسي بتاع الجهاز. الخط الاساسي بتاع الجهاز مختلف كتير جدا عن الخط اللي موجود حاليا على الوان يو اي 6. يعني انت لو ركزت كده، ده الفونت الرئيسي بتاعه اهو، ايه، الوان يو اي 5. ده الفونت الرئيسي الجديد عموما اهو في الجهاز عموما بتاع الوان يو اي 6. في حاجة كمان عايز الفت نظركم ليها، وهي وانت بتعمل رجوع في اي صفحة، شكل الايقونة اتغير دلوقتي بقى. ده منظره على عكس القديم، ما كانش فيه دايرة حواليها، كان يدوب بس بتريق. بس انا لحد دلوقتي مش فاهم ليه الزاويتين نفس الشكل، يعني ليه؟ بس اوكي، يعني ممكن يكون ده ايه، اساسي عند سامسونج. بس زي ما انتوا شايفين كده، الانيميشن بتاعها كمان اتغير على عكس دي. انيميشن الدايرة كأنك بص بتشدها، حرفيا في فايبريشن دلوقتي بيحصل معايا وانا بشد الدايرة دي. بس انا عن نفسي بحب استخدم الصراحة برنامج وان هاندد مود، وانا كنت اتكلمت عن البرنامج ده قبل كده. لان هنا يعني بص، السهم باصص كده والسهم الناحية التانية عكسه. بحسها منطقية اكتر الصراحة، وبيبقى الوضع بتاعها مريح بالنسبة لي اكتر في التعامل.